السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وشهر رمضان كريم عليكم. كل سنة بحس إن كل الناس بتسابق في قراءة القرآن، والناس اللي هي بتحب قوي إن هي تختم القرآن مرة واثنين وثلاثة. الفكرة هنا مش إنك تخلص القرآن بسرعة أو تختمه كنوع من أنواع الواجب، لا، أنت المفروض أنت بتقرأ القرآن علشان تتدبر فيه، تفهم منه المعاني والكلمات والحكم والعظة، وتتدبر في معانيه وتعمل به وتعلم منه. باختصار، أنا من الناس لما بدأت أقرأ القرآن السنة دي، بحيث إن أنا في بعض الآيات أنا مش عارف معناها. طبيعي إن في بعض الكلمات بتقابلنا مش عارف معانيها، فبضطر إن أنا أستوقف وأروح أدور على تفسير الآية أو معناها علشان أفهم الرسالة منها إيه. طيب، أنا جبت لكم المرة دي مفاجأة هتعجبكم أوي. جبت لكم برنامج PDF فيه القرآن كاملا، وتحت كل صفحة تفسير كل آية. فأنت وأنت بتقرأ القرآن مش محتاج إن أنت تقفل البرنامج، لا، أنت هتبص تحت أسفل الصفحة هتعرف التفسير ومعاني الآية. غير اللي أنت كمان هتسمع قراء صوتهم جميل جدا جدا، زي العفاسي ومشاري راشد وسعد الغامدي وشيوخ الكبيرة الجميلة قوي اللي بنسمع عنهم وبنسمع لهم. بجد حاجة منتهى الجمال. ده غير اللي فيه كمان طريقة للتحفيظ في البرنامج. هسيب لكم البرنامج في البايو، بس ما تنسوش تعملوا علامة الزائد واللايك والشير. شكرا.